حصرنا حياتنا كلها في رغيف العيش. ازاي رغيف العيش يبقى بريان؟ ايام الرئيس الراحل عليه رحمه الله انور السادات الدنيا ولعت لما حاول يغلي رغيف العيش. فتوارثنا اجيال ورا اجيال ان رغيف العيش ده الاساس، هو ده اللي محدش يجي جنبه. لكن عارفين ايه اصعب من رغيف العيش وغلوه؟ ده مقدور عليه والله. الاصعب من رغيف العيش ان ابنك بعد ما يتعلم 16 سنه ما تلاقولوش مكان يشتغل فيه، يقف في قهوه او يقف على عربيه فول او يعمل مشروع وتبقى فرحان بيه وبيبيع رز بلبن والكلام ده كله. الاصعب من رغيف العيش انك بعد خدمه 30 سنه تطلع تاخد 2000 جنيه تبقى ماسكهم في ايدك وانت بتقبضهم ومش عارف تعمل بيهم ايه. الاصعب من رغيف العيش انك تروح التأمين الصحي وتشوف المهازل اللي بتحصل فيه، وانك تقعد 5-6 ساعات عشان تخش للدكتور يكشف عليك، بعد كده يكرر لك العلاج وتروح كل شهر تتذل 8 ساعات عشان يصرف لك العلاج، ولو لقيته او ما لقيتوش. ده الاصعب من رغيف العيش. الاصعب من رغيف العيش ان ابنك يبقى عايز حاجه وانت مش عارف تجيبها له، يبقى داخل عليك عيد ومش عارف تجيب له هدوم العيد، ان يبقى نفسه في حاجه وانت مش عارف تشتريها له، انك بتمشي وهو في ايدك تتفرج على الفاكهه ومش عارف تجيبها له. ده الاصعب من رغيف العيش. الاصعب من رغيف العيش ان يبقى داخل عليك عيد وبتفكر تجيب 2 كيلو لحمه ازاي عشان اللحمه وصلت 400 جنيه. ده الاصعب من رغيف العيش. حاجات كتير قوي لو فكرت فيها هتلاقيها اصعب من رغيف العيش. لكن الحكومه حصلت لنا حياتنا في رغيف العيش، واحنا حصرنا حياتنا ان رغيف العيش ده الاساسي. لما يغلى يبقى بريان انا حياتي راحت. لا، ما راحتش. الدواء اللي اترفع ل 40%، لما تيجي تعالج ابنك ما تعرفش تعالجه، ولا تيجي انت تتعالج ما تعرفش تتعالج من غلو العمليات والمغالاة اللي بقى بيعملها الدكاتره والمستشفيات. ده اصعب من رغيف العيش. لما تبقى معاك الروشته مش عارف تجيب لي علاج لابنك، انت ماشي في داهيه، لكن مش عارف تجيب علاج لابنك. ده اصعب من رغيف العيش. حياتنا كلها صعبه، مش رغيف العيش بس اللي صعب والله. رغيف العيش ده اتفهه، لكن احنا اللي خليناه حاجه كبيره، ان لولا رغيف العيش احنا هنموت وبقيت مقومات الحياه مش مهمه. يتوب علينا ربنا.